السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل فطيرة حلوة من غير عجن ولا فرد ولا تعب ولا اي مجهود. هنعمل فطيرة مورقة وبحشوة مختلفة وبحشوة جديدة جدا مميزة. لا تقولولي بقى فطيرة ست كريمة ولا ست بطة ولا اي حاجة. فطيرة كده بتدوب في البق دوبان ونتاجتها تحفة جدا. وبصوا اللبن كده بيشر منها شر كده، يعني وانتوا عايزين تاكلوها سخنة جميلة جدا، بتلاقوها كده طرية ومنغنغة بالصوص بتاعها. بتقعد لما بترتاح بتشرب السائل بتاعها دوت وبتبقى في منتهى الجمال. تعالوا يلا مع بعضينا نشوف مكونات الفطيرة بتاعتنا ايه، وايه الحشوة الجميلة ديت اللي جواها. ونبدأ وصفتنا ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا انا معايا كوباية جوز هند، معايا كوباية سوداني مجروش، معايا معلقتين قرفة ناعمة، معايا معلقتين كاكاو، واللي مش حابب القرفة ما يحطش ولا يزود. وهنا يا ريت تحطوا معاكم معلقتين سكر برضو عادي، سكر بتاعنا، وكوباية سمنة. وبطل حلقتنا النهاردة طبعا الجلاش. عندي لفة جلاش مركونة من أيام العيد كنت جايباها، طلعتها وفكرت أعمل بيها الفطيرة الحلوة دي. مهما كانت نتيجتها هتبقى حلوة أوي أوي أوي، مكسرة بقى كويسة يعني ما يهمكيش، هتبقى جميلة جدا جدا. جبت هنا صاج معايا مقاس 35 في 35 أو أي صينية زي ما متعودين عندنا. هنعمل كل حاجة. هناخد ورقتين ورقتين ندهنهم بالسمنة، وبعد كده ورقتين تانيين زي ما انتوا شايفين. في حتت جلاش مقطعة بوزعهم في الصينية بتاعتي على أساس إن أنا كل مرة 4 ورقات مدهون ما بينهم، وإيه أبتدي بعد كده أحط جزء من الحشوة، باخد تاني ورقتين تاني وأدهنهم بالسمنة، وأرجع بعد كده تاني أخد ورقتين وأحط جزء من الحشوة. هفضل زي ما انتوا شايفين كده. انا مسرعه لكم الفيديو علشان طبعا هنا الفيديو كان طويل قوي، وبس انا بوديكوا الفكر ازاي. اهو ورقتين، هنكرر العملية كل مرة زي ما انتوا شايفين كده، ورقتين وندهن وبعدين ورقتين ونحط جزء من الحشو. وعايزة اقول لكم القرفة هنا هي التغيير في قلب الفطيرة. بس بقولك لك هنا حرية الاختيار، ممكن تعمليها بسوداني وجوزة الهند، بس ممكن تحطي كاكاو، بس هي يعني القرفة اللي مدية الطعم الجديد هي والكاكاو المميز. هنفضل كده ناخد بالتناوب زي ما قلنا مع بعضينا، ونلم كل الحاجات المقطعة في الداخل، ونخلي طبعا اخر ورقتين دول لازم يبقوا سلام علشان الوش. والله هنا حتى برضو اخر ورقتين كانوا معايا برضو مقطعين. هنا ابتديت اقسم بالعرض وبالطول. هنا بقى لك حرية الاختيار، عايزة تقسمي سمبوكسات، عايزة تقسمي معينات مربعات، يعني زي ما انت عاوزة اعملي. قسمتهم كده، وبعد كده هجيب بقية السمنة واحطها على الوش كويس جدا. بسلك اهو الجناب. الفرن هنا عندي ابتديت سخنته من وانا بشتغل على درجة حرارة 180 في الرف الاوسط في الفرن، وهندخلها. بصوا هنا انا هي يعني شبعتها بالسمنة، هي كل اللي خدته كوباية سمنة. ممكن انت يعني كوباية الا ربع، ممكن تحطي يعني كوباية الا ربع سمنة وربع زيت، يعني بامكانياتك اعملي. بجد النتيجة يعني مش هتتغير، بس طبعا كل ما كانت المادة الدهنية بتاعتنا كويسة الطعم بتاعها حلو، كل ما يعني الحاجة دي هتفرق معاكي جدا. هنا بقى انا بحضر التشريبة اللي هشرب بيها الفطيرة بتاعتي لما تخرج. هنا هنعوز كوبايتين لبن، كوباية سكر، 3 معالق لبن بودر، ظرفين فانيليا. باخد المكونات كده بدمجها مع بعض وادوبها زي ما انتوا شايفين. بزود اللبن حبة في حبة، وهخلي نص كوباية لبن بره مع نص كوباية سكر احتياطي للتشريبة دي تطلع زيادة، هشوف احتاجها ولا لا. هقول لكم التشريبة تاني: كوبايتين اللبن وكوباية سكر وظرفين فانيليا و3 معالق لبن بودر. اللبن البودر ده ليه؟ هيغني لي التشريبة دي، يعني يخليها غنية وطعم حلو جدا يعني، وهيودي الطعم في حتة تانية. هتبقى غنية وطعمها حلو أكني ساقياها بحليب مكثف.
هنا انا حطيت وببص لقيت نفسي احتجت نص كوباية اللبن وشوية السكر اللي انا كنت سايباهم، دوبتهم وحطيتهم. يعني هنا التشريبة بتاعتي خدت المقدار كامل، اللي هما كوبايتين السكر، كوبايتين اللبن وكوباية السكر وظرفين الفانيليا وثلاث معالق اللبن بودر. اتسقسقت واتشربت الفطيرة وهي سخنة من اللبن بحرارة الغرفة دوت، وهتبقى في منتهى الجمال. وزي ما انتوا شايفين النتيجة روعة روعة روعة، فطيرة جميلة جميلة. جربوها وقولولي في الكومنتات ايه رأيكم فيها. كده الحمد لله الفيديو بتاعنا خلص، وهنقول ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروني ان شاء الله في احلى الوصفات في مطبخ نونا جولد 2.